الحق في سمكة قرش، كله يطلع بره المية. تخيل تسمع الكلمتين دول وانت عايم في المية، هتعمل ايه؟ اسمع القصة. خلصنا امتحانات وسافرنا المصيف وكله لبس مايوهاته وعواماته ونضاراته، وهنعمل قلق في البحر، اللي بيغطس واللي بيعوم واللي بيحاول يمسك سمكة. مرة واحدة صفافير وزعيق، في ايه؟ بيقول لك كله يطلع في سمكة قرش في المية. قرش؟ ازاي؟ ما اتفقناش على كده، ده انا لسه صغير، لسه عايز اتجوز. يا نهار ابيض، ده احنا في مصيف وبقالي يومين وما صليتش اصلا. ضربات قلب سريعه مع بانيك اتاك، وهنشوفك توربيت بحري صاروخ بيعوم عشان يطلع على الشط. طبعا السيناريو ده بقاله كام سنه بيحصل، والقرش طالع ترند كل صيف. صديقي المرعوب، اسمع عشان دي اهم لحظه في حياتك، تعرف هتتصرف فيها ازاي. مبدئيا كده، سمكه القرش لو وصلت في المحيط اللي الناس بتسبح فيه، يبقى متعوده ان في اكل هنا، او جايه بالغلط، دفع الرياح وضل الطريق، او مريضه، او على وشك الولاده. فهو جاي لك خايف ومتغير في سلوكه، فمش جاي لك انت لو اكله وبيهاجم الناس على الشط، ما كانش خلى شط في العالم يعرف يعوم فيه بشر. فكر فيها. طب هتعمل ايه؟ على وضعك ولا كانك سمعت اي حاجه. اطلع بره الميه بالراحه بكل بطء، ما تخليش ايدك فوق الميه، خليها تحت، يعني ما تحاولش تطرطش. هتقول لي ازاي؟ انا لازم اجري عشان الحق اطلع بره الميه. ما اعرفش، هو اللي بقول لك عليه هي الطريقه العلميه الصحيحه. عايز تجري؟ انجوي. اديك بتشوف اخر هجمات القروش على ناس بتعمل سنوركلينج او بتسبح عادي، مش غطاسين. الغواص ثابت وهادي وشايفه وباصص في عينيه، انما اللي عايم يا عيني عمال يعمل باليه مائي برجليه للقرش كده، يوم عض. لو القرش طلع في الشط اللي انت فيه يا صديقي، هتعرف تحافظ على هدوءك ولا هتعمل باليه مائي؟ كله يقول لي في التعليقات بصراحه.